أهلا وسهلا يا شباب. النهاردة درس كلام، درس استماع للمستوى فوق المتوسط. فوق المتوسط. النهاردة هتكون معانا قصة جميلة جدا، هي قصة الأسد والأرنب. الأسد والأرنب. طبعا أنا هوريكم صور عشان يكون كلامي واضح. يلا نبدأ وما نضيعش وقت. لكن في مفاجأة في نهاية الفيديو. هيكون في كويز، اختبار. لو انت جبت 80% في الاختبار ده او اكتر من 80%، يسعدني ان انا اقول لك ان انا هديك كورس لهجة مصرية كامل مجاني بدل ما تدفع $130. So if you get 80% or more than 80% in this quiz, I will give you a free full course on Udemy. Free. The original price was $130. So free if you got more than 80% in this quiz, which I'm gonna leave in the comment, the first comment. يلا نبدأ قصتنا النهاردة، والقصة بعنوان الأسد والأرنب. طيب، معانا صورة. أول صورة زي ما انتوا شايفين كده، أسد غضبان. في يوم من الأيام كان في أسد في الغابة، أسد قوي، أسد شرير. كان بياكل حيوانات الغابة، كان بياكل بشكل غير عادي الحيوانات. أي حيوان يشوفه في وشه كان بياكله. كان أسد مفتري، كان أسد شره، يعني كان أسد مفجوع. حيوانات الغابة تعبت من الأسد، وقالوا الأسد عمال ياكل مننا حيوانات كل يوم، حيوانات كتيرة. الحيوانات اتجمعوا حيوانات الغابة اتجمعوا وقالوا ايه رأيكم ان كل واحد مننا يروح للأسد كل يوم، وبكده وبالطريقة دي الأسد مش هياكل غير واحد بس، حيوان واحد بس كل يوم. الحيوانات قعدت تفكر في الموضوع ده، قعدت تفكر في الفكرة دي، وشافوا ان الفكرة دي كويسة جدا. بدل ما الأسد بياكل كل يوم حيوانات كتيرة، هو حيوان واحد بس الأسد ياكله كل يوم، والحيوان ده يروح بنفسه للأسد. الحيوانات اتفقوا على الفكرة دي وراحوا للأسد وقالوا أيها الأسد ملك الغابة، ايه رأيك في الفكرة دي؟ احنا كل يوم حيوان مننا هيجيلك مخصوص تاكله، وانت مش محتاج تجري ورا الحيوانات عشان تاكلها، مش محتاج تتعب نفسك. كل يوم واحد مننا هيجيلك عشان تاكله. الأسد قعد يفكر، فكرة كويسة، أنا مش هتعب تاني عشان آكل حيوانات. بس الأسد شرط عليهم، قال لهم شرط، بس لو في يوم من الأيام واحد منكم ما جاش أنا هاكلكوا كلكم، أو حتى اتأخر. اتفق الأسد مع الحيوانات على الفكرة دي، وكل يوم كان بيجي حيوان للأسد والأسد ياكله. في يوم من الأيام جه دور الأرنب عشان يروح للأسد، بس الأرنب اتأخر جدا وهو بيروح للأسد. الأسد غضب وقال ليه الأرنب اتأخر على ميعاده؟ أنا جعان. ليه الأرنب اتأخر؟ أنا جعان. لو اتأخر تاني الأرنب أنا هنزل الغابة وهاكل كل الأرانب أو كل الحيوانات الموجودة في الغابة. أخيرا الأرنب وصل للأسد وقال له
معلش يا سيدي، معلش يا سيدي، انا اتأخرت عليك، بس سامحني ان اتأخرت عليك، بس انا عايز اقول لك ليه انا اتأخرت عليك، ليه انا اتأخرت عليك. قال له قول لي حالا عشان انا غضبان، ده انا هرقشك قرقيش. الارنب قال له انا لما كنت ماشي في الغابة شفت اسد في الغابة، والاسد ده بيقول انا اقوى اسد في الغابة، مفيش اقوى مني. الاسد ده قال له مفيش اسد غيري في الغابة، انا الاقوى هنا. قال له والله يا سيدي انا شفت اسد بجد في الغابة. طبعا هو بيحلف، هنا الحلفان حرام بالكذبة، لكن هنا الحرب خدعة. طيب وبعدين الاسد قال للارنب بص يا ارنب، انت شكلك بتكذب عليا، بس على اي حال تعال وديني للاسد ده، خدني، انا عايز اشوف الاسد ده. الارنب خد الاسد في الغابة عشان يشوفوا الاسد التاني. الارنب خد الاسد لبير وقال له بص يا سيدي في البير كان فيه ميه. الاسد صاحبنا المفتري بص في البير لقي صورته. الاسد قال بالفعل ده في اسد تاني، وبدون اي تفكير الاسد صاحبنا نط في البير. البير طبعا عميق، فالاسد نط في البير ومات الاسد في البير عشان الاسد غبي متخلف همجي مش بيفكر. وبسبب ذكاء الارنب الحيوانات كلها عاشت في سلام ووئام من غير ما حد يتاكل من الاسد. وتوتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ هنا نكون خلصنا قصتنا عن الأسد والأرنب. جه دورك ان انت تجاوب على الأسئلة في الكويز. اضغط على اللينك في أول تعليق وجاوب، ولو حضرتك جبت أكتر من 80% هبعت لك على الإيميل بتاعك هدية مجانية بقيمة $130. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.